إصابة جديدة في صفوف النادي الأهلي. طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة في الأمامية هتمنعه من المشاركة مع النادي لمدة شهرين. يعني طاهر محمد طاهر مش هيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية خلاص كده، وده اللي احنا قلناه. طاهر كان فرحه قبل السفر لكأس العالم للأندية بيوم، يعني البعثة كانت هتسافر بكرة، كان فرحه كان النهاردة. طب كده ينفع يا طاهر؟ كنت أجلت الجواز لحد ما ترجع من كأس العالم للأندية، الدنيا مش هتطير. انما انت رايح بطوله المفروض اديها كل اهتمامي، المفروض اديها كل صحتي، المفروض اديها كل اللياقه. ان انا اتجوز قبلها بيوم واسافر؟ اهو يعني كان عندك اصابه في الاماميه، الاصابه ظهرت مع اول ماتش انت لعبته قدام انتر ميامي، الاصابه ظهرت يا عم الحاج. طب ليه؟ عشان انت مش مدي كره القدم حقها. يا جماعه انتوا كلعيبه ادوا كره القدم حقها. كره القدم خلتكم نجوم، كرة القدم خلتكم نجوم. الناس بقت تشاور عليكم يقول لك ده طاهر محمد طاهر ده بيلعب في نادي الاهلي، طاهر محمد طاهر ده بيلعب في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. فيها ايه لو كنت اديتوا للكره حقها؟ رايح تعمل فرحك قبل السفر مع البعثه بيوم، خلاص مفيش وقت يا راجل. اجل الفرح لما ترجع، اجل الفرح لما ترجع. انما تعمل الفرح قبلها بيوم وتبقى مجهد وتروح تتمرن مع النادي وبعد كده تلعب مباراة باتشوكا وبعد كده تلعب مباراة انتر ميامي، الإصابة تظهر يجي يقول لك أنت مستبعد لمدة شهرين عشان إصابة في الأمامية. حرام عليك. كنت أجل فرحك بعد ما ترجع من كأس العالم للأندية. يا عم أجله خالص واعمله في السنة الجاية، الدنيا ما طارتش. ادوا لكرة القدم حقها. أديك دلوقتي طاهر محمد طاهر إصابة، كوكا إصابة، إمام عاشور إصابة، أدي 3 من بعثة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيفكر إن هم يرجعوا مصر. خلاص ال3 دول خلاص كده مش هيكملوا في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي. خلاص طبعا إمام عاشور ربنا يقومه بالسلامة. إمام عاشور طبعا يعني إصابة في الترقوة، ربنا يقومه بالسلامة، الحمد لله عمل فيها عملية وإن شاء الله يقوم بالسلامة. كوكا إصابة طبعا هتمنعه من المشاركة. وتلاقي ريبيرو مصر اللي هو يلعب الدبيس. طب الدبيس لسه راجع من الإصابة. يعني عندك عماد النحاس بيتحايل عليه بيقول له يا كابتن يا ريبيرو يا مدير يا فني لاعب العش، ادي العش فرصه، او حتى لاعب العش مثلا الشوط الاولاني نزل الدبيس حتى اخر 20 دقيقه من الشوط الثاني. ريبيرو مصمم على الدبيس مع ان الدبيس لسه راجع من الاصابه. فربنا يكون مع النادي الاهلي النهارده ويوفقه قدام بالميراس. ان شاء الله الاهلي يكسب ويفرحنا كلنا ان شاء الله باذن الله. يكون النصر للنادي الاهلي النهارده باذن الله. ان شاء الله الاهلي يحصل على 3 بونت ان شاء الله النهارده.